بعيني رأيت ذئبا يحلب نملة ويأكل أو يشرب منها رائبا وحليب. قالت العرب بأمثالها: أعذب الشعر أكذبه. بالفعل، لأنه دائما يعني الشعر الجيد يكون شعر الحقيقة جميل، وشعر نعم يعني خيالي لكنه حقيقي إذا نظرت إليه. يعني مثلا شون جرير عندما يقول مثلا هم كذلك، هذا عذب من الشعر العذب. مثلا يقول أن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب لا حراك له، وأن أضعف خلق الله إنسانا أو أركانا. وأيضا يقول أحد الأدباء: وفتانة العينين قتالة الهوى. زين، يعني هل هي تقتل؟ لا، وإنما جمال يقتل. إذن هو يعني شعر كاذب، يعني ما لكن عذب. وفتانة العينين قتالة الهوى كلما نفحت شيخا بروائحها شبا. طبعا هاي مال بعيني رأيت ذئبا يحلب نملة ويأكل منها أو يشرب منها رائبا وحليب، هاي طبعا إلى قصة، لكل حادث حديث ولكل مقام مقال. الحقيقة هاي الأحد الأدباء يقول، وهي طبعا تنسب للمتنبي، وما أعتقد يعني ما لقيت أنا في ديوانه، ما موجودة. المهم إذا احتسبت إليه، فالمتنبي أو هو أحد الأدباء يقول، لأنه يوم من الأيام يقول: أنا مررت على امرأة تبيع سمكا، فبينما أنا نعم هي تعرض سمكها سلعتها، وأنا أقول لها بكم هذا السمك، جاء إليه أحد الدهاقين، زين، الدهاقين المتغطرسين دول المتكبرين، فقال لها: بكم هذا الرطل من السمك؟ قالت له: يا سيدي ب5 دراهم. فقال لها: بدرهم أشتري منك الرطل. فقالت له: لا يا سيدي، إنه ب5 أنا أبيعه، وليس لي إلا ربحي إلا درهما منه. فقال لها: ضعي لي، اسكبي لي من هذا السمك، نعم، أعطيني من هذا السمك 10 أرطال. زين، فابهلتنا، خلت له، وإذا به وضع لها 10 دراهم. فقالت له: سيدي إن الرطل ب5. فقال لها: لا. زين، انطاها، المفروض ينطيها يعني ينطيها 50 درهم، زين، أو العفو 100 درهم، زين، لأن أخذ منها 10، زين، أو 50 العفو. فبهلتنا أخذ الأرطال السمك، أخذها وتركها مولولة منكوبة، نعم، نعم، وهي تقول له: سيدي علي، أعطني حقي. فتأثر هذا الأديب وقال: زين، وصاحبه كذلك، ويحك ارجع إلى هذه المرأة المسكينة، نعم، ارجع واعطيها حقها. لكنه لم يرجع، أبى أن يرجع، أبت اللئامة إلا أن تكون في أهلها. زين، فبلأتنا قال هذه الأبيات: بعيني رأيت ذئبا يحلب نملة ويأكل منها رائبا وحليب. يعني أنا أتذكر أحد الأساتذة أعرفه، يعني الحقيقة، وهي موجودة طبعا في أيامنا وموجودة في كل العصور مع الأسف، اللؤم والجشع والطمع، زين، وعدم أحقية الناس، إعطاء أحقية الناس. يعني مثلا أنا أتذكر، قلت لك، أحد الأساتذة يقول: إحنا نصرف الملايين، يعني رأسا نذب الملايين يعني وكأنه لا نعلم، ونجي لهاي أم الخضرة
تبيع زرع خلينا نقول زين، ونقول لها يابا بيش هذا الزرع، تقول لنا 5.25، فنقول لها يصير 6.25، يقولوا احنا مليون دابين قبل لا نسأله. يعني تصور يجي لها المسكين هاي عامله ويجي الغير واحد ما يعامله زين. وهاي موجوده يعني هالقباحه واللؤم زين. لكن شو نسوي؟ هم لأموالهم ولسنا لهم، والعار يبقى والجرح يلتئم.